يعني إيه منظمات مجتمع مدني؟ يعني لما الحكومة تكون ماسكة القوانين كرباج للمواطن عشان يسمع الكلام وبس، مش فاهم بينفذ إيه ولا ليه، ولا عارف ياخد حقوقه إزاي. هنا منظمات المجتمع المدني تقف في النص، لأنهم ببساطة ناس دارسة قوانين وظروف المجتمع وتعديات الحكومة عليه. لما تفشل الحكومة في رعاية المواطن، المنظمات الغير حكومية بتساعده إنه يقدر يعيش، وفي نفس الوقت بتضغط على الحكومة عشان تقوم بدورها. عشان كده الحكومات القمعية ما بتحبهمش، ويبقى الحل الوحيد إنهم يقنعونا إحنا الشعب إن المنظمات دي وحشة وضد مصلحتنا، وإنهم جواسيس وعملاء. فيكون الطبيعي إن اللي زيي وزيك يخافوا ونكرههم، وساعات نرفض حتى مساعدتهم، ونفضل مستحملين ظلم الحكومة أحسن ما نحس بذنب الخيانة. لكن الحقيقة تقدر تعرفها لو فكرت مين معاك ومين عليك، وإن مش كل اللي بيتقالك لازم تصدقه. مين وقف قصاد التعذيب في أقسام الشرطة؟ مين وقف قصاد المحسوبية والرشوة؟ مين وقف قصاد التوريث؟ طيب فاكر كفاية لما نزلت عشان رغيف العيش؟ مين وقف مع إضرابات العمال؟ حقوق المرأة، حقوق الفلاحين، حقوقك كإنسان. منظمات المجتمع المدني مش عايزة تكون الحكومة، هما بيحاولوا يجيبوا لك حقك من الحكومة. عايز حقك ولا عايز صدقة؟